كان عاجبهم هذا المحتوى ديال بصح، وحتى الاسلوب ديال الالقاء ديال اوساجي تيخليك تسرح مع الفيديوهات ديالو بلا ما تحس بالملل. انسان عنده كاريزما هو داك الانسان اللي بلا ما تحس كتلقى راسك باغي تنال الاعجاب ديالو. ما بغيتش نعقد عليك ونزيد نطول عليك اكثر. الكاريزما هي تكون انسان كلشي باغي يكون معاه، وهذا الشيء خلاه يديفلوبا بزاف في صناعه المحتوى. وهذا المحتوى خلاه باش يبدا يدير كورسات كاع، اللي منهم الكورسات المجانيه بحال الصحه النفسيه وكيفاش دير الصحاب، والكورس المدفوع ديال صناعه المحتوى. وهذا الشيء كيبين لك شحال اوساجي كان عزيز عليه يدير فيديوهات وشحال كان ناجح في يوتيوب. حتى ل 19 في شهر 9 في سنه 2024 لاح فيديو بعنوان كيفاش تبدا التريني، وكان هذا هو اخر فيديو فلاشين ديال اوساجي. وهذه الغبره خلات المتابعين ديالو كل مره يرجعوا يشوفوا واش لاح شي فيديو وكيتصدموا كيلقاوه باقي غابر 10 شهور على غياب هاد الاسطوره غير مريح. فين غبرتي يا اوساجي؟ كمل صاحبي راك ناضي. فين غبرتي يا اوساجي؟ عافاك كمل لينا الكورس. وصلوا ليه القناه الجوج ديال المليون عاد رجع، وغيرها من التعاليق اللي كيتسناوه يرجع بفارغ الصبر، ونتمناوه يرجع حيت هو واحد من احسن صناع المحتوى في يوتيوب المغربي. وإلا شتي كثر التعاليق اللي تيقولوا فيها الاوساجي باش يرجع فراه والو مقارنه ببيرمون. بيرمون هو واحد من احسن رواد قصص الرعب في المغرب، او واحد من احسن رواد القصص عامه في يوتيوب مغربي كامل. حيت الا جينا نشوفوا افضل رواد القصص بالارقام غنلقاو امين مكيتي بكثر من مليون مشترك في القناه ديالو، وكيجي موراه بيرمون بكثر من 800 الف مشترك، واللي بدا يوتيوب في سنه 2021 بقصص الرعب وقصص المتابعين. ولكن بكثره المنافسه وحيت بيرمون بغى يدير البصمه ديالو في يوتيوب مغربي فقلب المحتوى ديالو للروايات، وبدا تيدير واحد السلسله اللي طويله باسم الروايه. وبدا لنا هاد السلسله بروايه خوف اللي كتهضر على واحد الانسان اللي عادي وكيفاش غادي يولي من اخطر الصحراء. ومن مورا هاد روايه خوف دار بزاف ديال الروايات اخرين بحال ساحره بابل، ما عقلتش واش هي هذه السميه ولا لا. المهم ديك الروايه اللي كتهضر على افاصار، الا غلطت كتبوا لي السميه في التعليقات. المهم اللي خلى بيرمون يتميز في هذا المحتوى هو ما كاينش اللي دايرو، وزيد عليها الاسلوب ديالو في الالقاء وكيفاش كيتقمص الدور ديال اي شخصيه يهضر عليها. اول ما درت لجهه الصوت شفت مولاه واقف مورايا ضاحك الثغر بالابتسامه ديالو الصفراء اللي ما كتفرقش وجهه، قال لي توحشتك اخوف. وهذا الشيء كيخليك الفيديو كامل وانت متشوق تعرف اللقطه اللي جايه، حتى كتلقى راسك ساليتي فيديو فيه نص ساعه بلا ما تحس. زائد انه ما كانش يخلي لي فان ديالو يتسناو الحلقات الجايه، حيت الا تعطل كيتعطل 3 ايام كتلقاه لاحها، بمعنى كان كيلوح بزاف ديال الفيديوهات. وحتى الدعم اللي كان كيجيه في الفيديوهات ديالو فراه خرافي، ما كانش ينزل على 100 كاع، وخصوصا في الفيديوهات الاخيره. وهذا الشيء كيبين لينا بلي بيرمون واحد الانسان اللي ناجح في يوتيوب بما تحمله الكلمه من معنى. المهم بيرمون بقى مستمر فيديو مور فيديو حتى قبل من 9 شهور من دابا لاح واحد الفيديو بعنوان شبكه العنكبوت الجزء الثاني حلقه الصدمه، ومن ذاك الفيديو هو غابر الى يومنا هذا. وحتى الفانز ديالو توحشوه لواحد الدرجه راه ما يمكنش، وباقيين تيتسناو فيه باش يرجع بفارغ الصبر. كل نهار كنتسناوك ترجع لينا خويا بيرمون. اش هاد الغبره خويا بيرمون؟ طالت الغيبه ياك ما طرات شي حاجه لبيرمون. خويا بيرمون راك غبرتي علينا، وغيرها من التعاليق اللي كيتسناوه بفارغ الصبر. وحتى انا صراحه كنتسناه يرجع، عزيز عليا نشد معاه الليل. وعلى هاد الغيبه كنظن بلي غير المشاكل ديال الحياه، ولا يكون كيوجد شي سلسله اخرى، وممكن تقدر تكون غير استراحه محارب، وما كنظنش بلي اعتزل وغيرجع ان شاء الله واش ترجع لك قويه. واخر واحد معنا كاكثر واحد غابر هو انور فرحات. هو انور فرحات. انور فرحات حتى هو واحد اليوتيوبر اللي قديم بزاف واللي عنده اكثر من 1 مليون متابع في القناه ديالو، وكان تيدير محتوى ديال سكيتشات بحال زيزو، وكان في واحد الوقيته كيكولابي معاه كاع. وحيت انور لاشين ديالو في يوتيوب تمسحات ومسح كاع لي بوست في انستغرام ديالو، الحاجه اللي قديت نوصل لها على الغبره ديالو هي انه لاح اخر فيديو في سنه 2020 بعنوان قصه كورونا. ومن ذاك الفيديو الى يومنا هذا ما بقات حتى حاجه في السوشيال ميديا. ولكن علاش غبر صراحه ما عنديش فكره كاع. سلام يوتيوب، نهضروا على اليوتيوبرز. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو يوتيوبر، اليوتيوبر هو داك الشخص اللي كيدير فيديوهات في يوتيوب. زعما قدمتي حاجه مفيده اليوتيوبر هو داك. واول حاجه كتفكر فيها باش كنقول لك يوتيوبر الفلوس. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا به. وما كرهتش تخلي لي معك شي لايك وسبسكرايب، وتقول لي شكون هو اكثر يوتيوبر ما كرهتيش يرجع لليوتيوب في اقرب وقت.